كيكة التفاح السهلة والسريعة والطيبة، واللي يحب التفاح ويا الكيك خلي يجي يشوف ويانا المكونات والطريقة. بالبداية نحضر التفاح. عندي 3 تفاحات قشرتهم وقطعتهم بهاي الآلة. بطاوة على النار أضيف 1.5 ملعقة سكر وملعقة كبيرة من الزبدة أو الدهن. ورا ما أضيفهم مباشرة راح أضيف فوقهم التفاح وأستمر بالتحريك لمدة تقريبا 5 دقائق على نار متوسطة إلى أن نشوف التفاح شوية يذبل أو يستوي بس يبقى محافظ على قوامه. بالأخير راح أضيف الدارسين، كمية الدارسين حسب الرغبة، يعني 1 ملعقة كوب، 1 ملعقة شاي بكيفكم، وكل الأحوال الدارسين كلش طيب ويا التفاح. وبعد ما نضيف الدارسين نحرك شوية التفاح لمدة تقريبا دقيقة أو دقيقتين ونطفي النار. وهسه راح نسوي العجينة. بطاسة أضيف بيضتين، وأنا خليت بيضة واحدة بس الصحيح بيضتين، يعني بيضتين. نخلي فوقاهن 3 ملاعق كبيرة من السكر و3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، ونخفقهم بشكل جيد بالخفاق اليدوي، ما يحتاج خفاق كهربائي. بعدين نضيف نص كوب حليب ويا كوب طحين، ويا الطحين نخلي كيس بيكنج باودر وشوية ملح وفانيلا. وإذا تردون تخلون للعجينة جوز بعد تصير أطيب. وبعد ما تكمل العجينة نكون إحنا مطفين نار الطاوة، نضيف العجينة فوق التفاح ونغطيها ونتركها على نار هادئة لمدة تقريبا 20 دقيقة. النار تكون كلش هادئة بنات، كل ما تكون هادئة أفضل. ولا تنسون الطاوة تكون غير لاصقة، وأعتقد ماكو غير التيفال تكون غير لاصقة. وبعد 20 دقيقة راح نرفع الغطاء. أهم شي تكون جامدة بنات، يعني ما بيها ليونة. راح نقلبها على الوجه الثاني، نتركها تقريبا 5 دقائق مو أكثر على نفس النار الهادئة. ونقدر نختبر العجينة بعود ثقاب إلى ما علق بيها عجين، معناها مستوية. وهاي الكيكة كميتها قليلة وبنفس الوقت ما تحتاج من عندك لا جهد ولا وقت، مثل ما تقلين البوتيتا البيض بالطاوة تسويها. 5 دقائق بس. واليوم معلاوة عيني تحكي خليجي، عادي إذا أحكي خليجي، هم أهلنا وحبايبنا، إحنا منهم هم منا. هاي الكيكة بنات لا تنسون سووها، وتعالوا قولوا لي طعمها طيب مو طيب. أنا أقول لكم من هسه طعمها كلش طيب.